هاي متابعيني، عندي لكم خبر جميل. قريبا راح طلع عليكم في فيلم جديد عن الحسد والغيرة مع المخرج أبو علي. انتظرونا، لا تنسونا من دعواتكم. أنا شفت إعلانك. نصيحة نصيحة، لا تدخلي هذا العمل. هذا العمل فاشل. هذا العمل راح تخسري منه كتير. نصيحة، انسحبي قبل ما تخسري. انسحبي لأنك راح تندمي ندم شديد. الله، في ايه بس؟ شكلك زعلان ومتضايق، في حاجة؟ اجاني اتصال هاتفي من المخرج رائد، بيحذرني من الشغل مع المخرج أبو علي، وبيقول إنه قاسي وظالم وعصبي. ايه الكلام الغريب ده؟ شوفي، انا هقول لك كلمة دلوقتي حطيها حلقة في ودانك. لما واحد مننا بينجح بيكتر حساده، فاحسن لك ما تديش الموضوع اكبر من حجمه بقى. أنا عارفة يا رانيا، لكن كلامه أثر فيي. مش كل واحد هيقول لك كلمتين هتصدقيه. خلي عندك ايمان ويقين بالله، وان شاء الله هننجح. تعرفي في كتاب ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مساء الخير. أهلا، مساء النور. تعال. يلا جاهزين نبدأ؟ أكيد يا أستاذ، اتفضل. هالة معانا؟ أيوة سوري. ايش فيك هالة؟ في شيء؟ هو الصراحة في شي لازم خبرك إياه. أنا بقول لك أحسن نسيب الموضوع ده ونشتغل. خليها تتكلم، ايش فيها؟ في مخرج اتصل فيني وعرض علي مبلغ مالي مقابل اني انسحب من العمل واعطيه النص. مين هذا؟ رائد. رائد ما غيره؟ معقولة؟ لا 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 لا، ما صدق. رائد من ساعتين كان معي في مطعم وشاف الإعلان وبارك لي وتمنى لنا بالتوفيق. شلون يقول هالكلام؟ لا لا لا، أنا ما صدق. وين الدليل؟ اكيد استاذ، عندي دليل. عادي، وجهة نظر. وانت ايش رايك؟ اكيد رفضت يعني استاذ، لكن شعرت انه من واجبي اني خبرك. واذا تبين تنسحبين انسحبي عادي، العمل ما راح يوقف وفي البديل. لا ابدا، انا راح اكمل معك حتى النهاية. في مخرج اتصل فيني وعرض علي مبلغ مالي مقابل اني انسحب من العمل واعطيه النص. من المخرج؟ رائد. يا القهر، والله يا القهر. كلامي ما أثر في أبو علي ونشر العمل، وحتى هالة طاحت من عيني. خطتي فشلت.